لحظة بالله. بس خلها تشيل علم المملكة بكل شفافية قبل قلت والله لا أطلعكم تنبحون زي الكلاب. شفتي كيف طلعتك زي الكلبة؟ الصيح بحجم الألم. لو تتحدثين عن بنت المملكة العربية السعودية بحرف سوء تأكدي كل يوم وأنا جالس لك الصباح هنا أطلعك هنا تتباكين كالعادة. طبعا فاتي هذه أكبر قذرة على وجه الأرض وأنا أعرفها جيدا. نعم أعرفها جيدا. طيب نرجع لموضوعنا. دام عزك يا وطن ودام عربية الجميلات ذات القوام الرشيق وذات الشعر الطويل الأسود وذات العيون اللساء، ولكن لما أجي أقارنها ببنت بوسبير ألاقي عينها كعين الكلب كبيرة، ألاقي إذنها كإذن الحمار كبيرة، ألاقي وتقول لي أنا أريد أن أتزوج وأرقص لك مصري. ترقصين مصري أنت يا بنت الحلال. يبغالك أول شيء طربال حق خيمة فوقك. هذه نقطة. النقطة الثانية لما انك تشيلي سنتيانتك وكلتك وترميه في ASP في مهرجان ASP في شارع البحيرات لجلب الحبيب والنصيب. انا ما شفت دخل هذاك الشارع الا كلب وحمار قذفوه به في الشارع عيا يدخل، والكلب الى الان ما زال يعاني من حاله بعد ما شم سنتيانه. طبعا طيب ارمي سنتيانه صغيره XXX دبل كانها طاقيه. لا، هو ما راح يجيك هنا نصيب، هنا راح يهرب منك النصيب لأنه شاف. فلذلك لا تقارن نفسك بنت المملكة العربية السعودية. فاتي أنت ومنهم على شاكلتك وبنات بوسبير عشان لا أفلت لساني عليكم. بعدين خلها تشيل علمنا بنت الكلب هذه. لا ألعن والدها واستلمها قذف. ترانا ما عندها والدين يا عبد طويلة. ما عندها. أنا مبتعد فترة طويلة تعرفني يا أبو تركي، مخفف الضغط شوي، فلو انفلت لساني تعرفون يعني في ناس تعرفني إذا انفلت لساني ما حد يوقفه. فشيلي علم المملكة لأنه أطهر وأشرف من علم دولتك يا قذرة. بس وتجي تقول لك أنا أتبعل بالرجل وأذوب بين رجول الرجل كما تذوب الزبدة. يا ماما 148 كيلو 148 كيلو يا بنت الحلال. هذا يعتبر انهيار جليدي، بمعنى لو تجلسين على ركبة البني آدم أساسا جبت له رباط صليبي. الشيء الثاني يعني ما فيك شيء يصلح للتبعل بما انه رائحتك كريهة. لكن انا واعوذ بالله من كلمة انا بنصحك لوجه الله سبحانه وتعالى، ربي في شعرك 1000 قملة، شيلي منها 500 وبيعيها في الكويت. القملة تساوي 11 دينار او 12 دينار، وهذا عمل خيري تجاري. شوفي اعطيتك لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واتركي بنت المملكة العربية السعودية العظمى جميلة الجميلات. حتى لما تطلعون يا أخي أصواتكم غريبة. ما أدري أنتم شاربين حليب الحمار؟ حتى الحمار ما سلم منكم. دحين يصيحون أويلي أويلي أوخى وخى وخرى على وجهك. إلا أنا أريد أساولك واحد سؤال. ذاك اليوم طالع مع بهيمة معهم، عطست يقول لي لا تعمم. هذا كيف اتفاهم معاه يا جماعة؟ والله اني عطست عطسة يقول لي لا تعمم. يا اخي هذا صاحي، ايش تشربون انت؟ طايح على راسك مكيف، فيك بلاء، وضعك مزري. اذا من هذه اللحظة نمنع اي مروكية تطلع معانا قسط، ممنوع. لا نقبل الا اخواننا من الجزائر واخواتنا من الجزائر. لا بالعكس يا ابو تركي طلعها ناخذها رايح جاي. تبين هذا قدرها. اي عادي خليهم يجون. ما طلبتي شيء. مروكية ترفع رجلها، قصدي يدها. معليش انا احيانا تخونني التعبير. ام البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله طبعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنك جعل من اختارك في الجنة. هذولي ما يعتبرون بشر، يعتبرون مواطن حمير. الله يكرمكم. كرمتي. تكرمي. حظاير الحيوانات يعيشون فيها، ما بالك بالمشاغل اللي يجون في المشاغل وتجي الوحدة رافعة خشمة واحنا حاطينها زبالة عندنا، وفي الأخير يروحون للقرآن الكريم الذي يرفع على أعلى 7 سماوات يعملون فيه. لا بيض الله وجيههم ولا أحسن الله أجرهم ولا وسع الله منازلهم. آمين يا رب. لا يوجدون، ليس لهم وجود على وجه الأرض، ولا الخير منهم وفقه الله والشر منهم أعدمه الله. أنا
عندي نصيحة يا عيالي، أنا مرة كبيرة، لا تجمعون، ولكن هم حيوانات الكلاب اللي يطلعون معنا هنا، من هالكلبة اللي طلعت قبل شوي كان نفسي أطلع أنا وأنتم كرامة، ولكن يجب نعرف كيف نتكلم وكيف نقول وندافع عن وطننا ودافع عنه رب العالمين. القبلتين وليس هم يقبلون بناتهم أمام الله وخلقه، ونحن بناتنا محصنات وليس مثلهم، فجمع الله بيننا وبينكم بالحسن واليسر، وأطلق الله ألسنتكم بما يحبه الله ويرضيه. اللهم آمين وإياك يا رب العالمين. أم البنات، أنا عندي سؤال ودي أسألك، بس صوتك بعيد. أم البنات، يعني وش رأيك في اللي تدعس راية التوحيد ويدعسون على راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ على خشومهم ونعطى على رؤوسهم. تمام. احنا مرفوعين فوق بإذن الواحد الأحد وهم نازلين تحت. الله يسعدكم وييسر أمركم، وأنا أعتذر منكم. وحنا ترى ما عممنا والله يا أم البنات، حنا تكلمنا عن 99.9%. قبل قليل دخلت معاكم واحدة وتحسبت، والله عورني قلبي عليكم وليس أكثر. اسمعوها لحد ما تخلص كلامها ثم أعطوها ما في داخلكم، لا تسرعوا. يطول بعمرك أم البنات، أم البنات اسمعيني، لا يغرك هالشكليات هذه، أنا ما أتهمها بس لا يغرك الشكليات. يجون هنا البثوث يستعطفون، وأنا والذي نفسي بيده، يعني هذول اللي يدعون الأخلاق أشوفهم في بثوث أخرى يشتمون السعوديات في أبشع الألفاظ، يتطاولون، يقذفون. نحن نراه. أنا شخصيا، وأنا أخوك، أنا شخصيا قبل أمس شوفي أنا والأخت مذهلة طلعت في بث، كانوا يتكلمون بأدب، لكن لما طلعت قلت كلام يعني إيجابي ما في شيء، يعني ما حتى ما دخلت في الموضوع، بس ذكرت مقدمة بسيطة، وهم يتحاورون بالأدب والأخلاق. هاجموني هجوم شريع، وأول من هاجموا الأخت مذهلة هذه اللي معنا في القسط. هذول يرتدون قناع العاطفة، فأنا ما أستأمنهم، يعني أنا من الأشخاص اللي ما أستأمنهم يعني. أنا لا أتأمل لهم العاطفة، ولكن يجب علينا أن نعرف كيف ندافع عن بلدنا، وبلدنا مدافع عنها الله سبحانه، والمجتمع والعالم يعرفون ما هي السعودية. هي ظل يوم ظلال على جميع السعوديين. نحن نرى ما يفعلون السودانيين وما يفعله كثيرا من الكلاب، ونعرف أنها لا تهز. هل الجبل يهزه الريح؟ لا يهز الجبل الريح. نحن جبل طويق ولا يهزنا ريح. أعتذر منكم على طول الكلام، وشكرا لكم. طول الله أعماركم وهد الله عدوكم من الأرض إلى السماء. شكرا لكم. آمين، جزاك الله خير. تفضلي أو تفضل. أعتقد حنين. تفضلي. تفضلي حنين. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف اللي أنا حبيت أقوله، بس أنتم كفيتوا ووفيتوا، بس حبيت أوصل نقطة معينة، لأنه كل من دخل يقول لنا اتقوا الله اتقوا الله سوف تحاسبون، حتى المعتدين سوف يحاسبون. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. سبب المدح في التفسير لأنهم يضعون حدود رادعة وقوية وصارمة للمعتدين، للأشخاص المؤذين. إحنا ترى من 20 سنة إحنا السعوديات نسمع، وترى هم اللي طلعوا علينا الكلام. أنا أذكر أيام المنتديات قديما، كنت صغيرة وقتها، وكانوا يهاجمونا ويتكلمون عنا، وإحنا السعوديات مكبرين روسنا وساكتين وساكتين وساكتين. لكن لابد أن يجي الوقت لازم إحنا ننفجر فيه. يعني البثوث زادت عن حدها، وقت البثوث زادوا عن حدهم، صرنا نسمعهم بالصوت ورجالهم معاهم وياخذونا بالكلام. يا أخي الناس اللي جاية تنصح هنا، ليش ما تروح هناك وتقول لهم اتقوا الله؟ بيحاسبنا الله لأن إحنا نرد المعتدي، بيحاسبنا الله لأنه إحنا نرد السيئة بالسيئة والعين بالعين والسن بالسن. أنا أتكلم عن الناس اللي يعرفون الله سبحانه وتعالى. إحنا ما عممنا، وقلناها أكثر من مرة، ما نعمم إطلاقا، ما نعمم. لكن إيش معنى المغربيات؟ وش فيكم أنتم زود معلش الفئة المنحطة؟ أنا ما أقصد خواتي العفيفات، أنا ما أقصد المحترمات إطلاقا، حاشاهم، لهم
كل التقدير والاحترام، أنا أقصد فئة عثت فساد في أرض المغرب. مغربيات خوات لي هم نفسهم يجون يشكون، يقولون من كثر الأسحار ما عاد نثق في بعض. وطبعا ما يقصدون كل أهل المغرب، يقصدون في فئة لعبت في المجتمع، مجتمعهم المغربي، ولما خلصت وعثت في المجتمع كله وأساءت لبلدها طلعت تضر كل البلدان الثانية. هذه كلها اضطرابات نفسية، هذه كلها أمراض، حقد وحسد. أنا أعرف واحدة شخصيا، والله بيسألني عن هذا الكلام، أعرف واحدة شخصيا انتحلت شخصيتها بأنها واحدة سعودية وحاطة بث ومدري إيش وتبيع نفسها على أنها سعودية ومسمية اسمها باسم سعودي، وهي أساسا مغربية. وإحنا ما نقول كل المغربيات، أرجع أقول لأنه هذه لأنها نشأت على تربية فاسدة، هذه هي عندها مشكلة في نفسها، في جواتها حقد وحسد. وبدليل أنه حتى الجزائريات ما سلموا من اتهاماتكم، الدول الثانية عموما كلها ما سلمت منكم ترى، بس شددتوا على السعودية ليه؟ ليش شددتوا على السعودية؟ أنتم شايفين معلش التميز، وشايفين ليش الدول العربية يحبوننا أكثر، عشان كذا ليش السعودية يمدحونها؟ ليش عفيفة؟ ليش تركبين مع السواق؟ أنا لما أركب مع السواق أركب بحشمتي وأركب ورا، مو مثل تركب جنب التاكسي وتروح للملهى آخر الليل. ما عندهم تاكسي، عندهم حمير تجرها عربة. فهذا اللي أقوله، بإذن الله أنا بريئة ولا أعمم إطلاقا. وكل بث سعودي أنا أشوفه يكررون هذا الكلام، يقولون إحنا ما نعمم، لكن هم ما يبغون يستوعبون هذا الكلام. ليش يقولون لك الكلام هذا؟ عشان يبغون يسكتونا باسم الدين. لا، ما تقدرون تسكتونا باسم الدين، إحنا عارفين الدين، إحنا الحمد لله نشأنا على عقيدة صحيحة، ما عندنا الخزعبلات والخرابيط اللي أنتم تسوونها هذه. في بعض المجتمعات، ما أقول كل المغرب، بعض المجتمعات لا عندكم، حتى المغربية بنفسها قاعدة تقول لي في أشياء تقول تقهرني، أشياء شركية حرام، لأنها هي إنسانة تقية فقاعدة تنكر الشيء هذا. في خوات ينكرون، في خوات فيهم خير. إحنا لما نتكلم ولما نسب ونقول أم شنطة أم شنطة أم شنطة، معروف هدفنا ومعروف قصدنا، إحنا نقصد فئة معينة فقط. فأنتم اللي اتقوا الله في أعراض المسلمين، أنتم اتقوا الله في بنات السعودية، أنتم كلكم عارفين عقيدتنا إيش، وعارفين مجتمعنا، وعارفين عاداتنا وتقاليدنا إيش هي. تجون تتهمونا وتبغون إن نسكت؟ بتسكتونا باسم الدين؟ لا إطلاقا، ما راح نسكت. سكتنا ترى من 20 سنة أو 15 سنة أنتم بالمنتديات كنتم وأمرك بسودة ومدري إيش. معلش روحوا للمنتديات القديمة وشوفوا أنتم كيف كل واحدة تشكي للثانية ركبتي كحلية، أعطيني خلطات وخلطاتكم ومدري إيش وخرابيطكم ونيلتكم نيلة في عينكم. يا حنين الله يهديك، أنا جو عند أمي خلصوا قهوتها التركية وخلصوا عليها جميع البهارات والأشياء كلها عشان تخلطها في وجهها المتصبغ. طب هذه حقيقة وأنا ما أتشمت. يعني تشوفوا في كل بلد في اللي كذا وفي اللي كذا، إحنا عارفين هذا الشيء، إحنا ما نتشمت. أنا لما أقول هالكلام تراني ما أتشمت، أنا أقول هذا الكلام ليه؟ هذا دليل إنه فعلا عندهم اضطراب نفسي، والاضطرابات النفسية تخليها تسقط على غيرها. فهي لما أنت مجبورة تبرري لهم أنا أخوك. لا أنت إنسانة، لا مو لا، أنا أوضح للناس العاقلة، للناس اللي جاية تنصح. وين العقل أخت حنين؟ أنا أوضح. حنان وين العقل يا أخت حنان؟ مع عالم تتوضأ ببول الكلب وتشرب حليب الحمار. لا أنا ما أكلم الناس اللي تتهجم اطلاقا، انا مالي كلام معاهم، ترى الناس تتهجم، انا اتكلم مع الناس اللي تتعاطف والناس اللي جايه تقول حرام وسوف يحاسبكم الله. نعم الله بيحاسبني ويحاسبكم انتم بعد على سكوتكم عن الحق، ويحاسب المعتدين جميعا. وانا ارجع اقول الحمد لله اني انا ما اعمم، انا اتكلم عن فئه معينه والكل يشوف الاعتداء كيف صاير. اسالوا الجزائريات عنهم. الجزائريات طيب اسمعني وانا اخوك، احنا نعاني مثل ما انتم تعانون. اسمعني وانا اخوك، شايفه هالعينات هذول اللي تحت اللي يجون يتكلمون باسم التقية وخافوا الله وباسم الدين؟ ايوه هذه العينات كل يوم تمر علينا في البث، والذي نفسي بيده انا من الاشخاص اللي اشوف لايفات مغربيه وعلى راسهم عايشه الدويبه وابو تركي يعرف الكلام هذا. القذف عندهم 24 ساعه مستمر، والكومنت يعزز، البث يوصل 800 مثل ما بثنا الان 715. حنا عندنا الان الكومنت مختلف، لكن عندهم الكومنت لا، الكومنت عندهم تعزيز ودعاوي وشتم وقذف حتى بالكومنت. يعني اسلوب التقية هذا اللي قاعدين تستخدمونه وباسم العاطفة اللي قاعدين تتكلمون فيها عندنا احنا كسعوديين، ترى هذا ما راح نشوفه ولا راح نسمع ولا راح نتجاوب معه. انا اليوم وضعت قدمي على ارقام كل المغربيات اللي اساءوا للمملكة العربية السعودية
ولكل مغربي أسأل المملكة العربية السعودية، وثق تماما ما راح ترتفع هذه القدم إلين لما أنا بمزاجي أقول خلاص عطيتك أيها العبد، لأنك أنت عبد، وإحنا عندنا نعرف مثل لا تشتري العبد إلا والعصا معه، أنتم مثل العبيد. أهم شيء إنه إحنا ما نعمم ولا نقذف أي وحدة تقية. إحنا ما نقذف اللي تقذفنا، معلش، لأنه إحنا نتكلم عن اللي تقذف، لأنه الشخص اللي يقذف هو اللي فيه هذا الشيء، هذا شيء معروف أصلا. ودة الزانية أنا كل نساء العالم يزنين مثلها، فعشان كذا هي تلقي تهمة الزنا في كل واحدة تشوفها قدامها. ليه؟ لأنه هذا الشيء جواتها، هي هذا اضطراب نفسي، واللي يفهمون في علم النفس هم فاهمين أنا أقصد مين، وأقصد أي اضطراب تحديدا. كل اللي قاعدين يسوونها فعلا، كل حركاتهم، كلامهم، أسلوبهم، تصرفاتهم، هذه كلها اضطرابات نفسية. فيرجع الواحد يقول القذف. طيب بدال ما تجي تقول لنا روح قول لهم هم، لأنهم هم من 20 سنة وإحنا ساكتين. وينكم أيام المنتديات كانوا يتكلمون والناس ساكتة. يعني هذا الشيء ترى مو جديد يا عالم، مو جديد، بس بالبثوث الآن زاد شرهم. خلاص إلى متى أنا ماني مضطرة أسكت. طيب بس تسمحوا لي باخذ، لكن بقول كلمة، إذا ممكن بس بقول كلمة يعني بطلع. طيب تفضل. قبل هذا وقت الزلزال، أول ما سمعنا بالزلزال الله يشهد علي، والله سبحانه وتعالى اللي بجازينا، وأنا أتوقع عشان كذا الله محمينا من شرهم ومن كيدهم بسبب طيبتنا. يعني شوفوا، رغم القذف والسب اللي قاعدين نشتم، لما مجرد ما سمعت بالزلزال قعدت أدعي لهم، خفت عليهم، قعدت أسأل أشوف أخبارهم. إحنا بنفسنا كنا بالبث، إحنا البنات كلنا جلسنا ندعي لهم طول الليل، كنا سهرانين إلى الساعة 3:30، وإحنا ندعي لها المغرب بالزلزال وخايفين عليهم. تخيلوا بس كم ساعة، يمكن مرت 2 أو 3 دخلوا يهاجمونا ويقذفونا في عرضنا. يعني استغفر الله العظيم، ما في حتى يا أختي حنين، أختي جوهرة فتحت 3 أيام عزاء في بثها، شفتي؟ طيب لو أحد ثاني حقتهم يقذفون ويسبون. طيب لو أحد ثاني قال هم أشخاص مسيئة ويستاهلون، صح ولا لا؟ كان قال هذا غضب من الله والحمد لله، كان قعدنا نتشمت. احنا الحمد لله ما تشمتنا، هذا قضاء الله وقدره، وبالعكس جلسنا ندعي لهم، لكن ما فيهم فايدة. الناس الفئة هذه تحديدا ما فيهم فايدة. فرجاء لا أحد يطلع يقول اتقوا الله، أنتم اللي اتقوا الله في أنفسكم. لو الإساءة جت على أختك، لو أحد قذف أختك وأمك، ما راح ترضاها، بتموت قهر وما راح تسكت. تجي تلومنا ليش تلومنا؟ وإحنا ما عممنا، نرجع نقول فئة، لكن ما في فايدة. ما يفهمون نسبة الجهل عندهم 75%. وش تتوقع يعني؟ ما علينا، خلوني اخذ القسط هذا، لان اللي تقول اخذوني محتوى، الحمد لله المغربيات صاروا محتوى رخيص، للاسف انه محتوى رخيص. المستشار هذا انا يعني اعرفه جيدا، ابو تركي هذا اكبر مطبل للمروكيات، عاد استقبل اللي تبيه. حيا الله مستشار، تفضل حبيبي. مس يعني مستشار مستشار ونتك زبالة مثلا. مستشار تفضل يا صديقي العزيز. نزل يكبس. قال المستشار قال عموما احنا ما عممنا، ولكن دائما نعطيهم جرعات. اذا وصلت الامور للإساءة لراية التوحيد وللمجتمع السعودي راح نضرب بالمجتمع، نضرب بقوة. هذا ديدنا معهم وهذا نظامنا معهم. لا يمكن اننا نتغاضى عن باقي اي نقطة او اي حرف او اساءة على المملكة العربية السعودية العظمى. ثانيا، لما نفتح مواضيع يا جماعة الخير، احيانا حنا نفتح مواضيع فقط لا غير للإشادة بمجتمعنا، للإشادة بإنجازات الوطن. ايش دخلك المغربية جاية؟ انت ما عندك انجازات، انت اكبر انجاز عندك الموت اللي عندكم هناك من الزلزال، حطيتم على عربة جراح حمار، هذا اكبر انجاز عندكم، وحطيتوا في ظهر الحمار علامة اسعاف. فلذلك لما انكم تجوا تسيئون لمجتمعنا راح نقول لكم عيوب مجتمعكم. الموضوع ما هو ملاسنات شخصية. تتكلم على مجتمعك المملكة العربية السعودية العظمى، راح اتكلم على مجتمعك. وهنا انا اوجعك اكثر من اني اتلاسن معك ابوك امك والى اخره. لا، انا اتكلم عن حقائق عندك، اعريك امام المجتمع، نبين للمجتمع انت وش انت.
بين قوسين. اللي كاتب ابو تركي متأكد انك سعودي؟ والله ما ادري اذا الجنسية عطتني جدتك اخت امك، ما ادري ايش وضعك. عموما ما بيهمني انا هذا الامر، لكن اي اساءة لبنت المملكة العربية السعودية هذا البث منطلق دعس رقابكم دعس، ويوميا بهذه الطريقة، ويوميا دعس على رقابكم دعس. انتم لا تتفاهمون الا بلغة الدعس، ما نتفاهم معكم بعد اليوم ورايح الا بلغة الدعس كذا عشان تصير الامور موازية. بعدين المغربيات اللي يقول عند الله تلتقي الخصوم، اذا طلعت من القسط باذن الله تعالى بقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس في مجلس وكثر الخطأ قال استغفر الله واتوب اليه اني كنت من الظالمين وبسامحكم، لاني ما ابغى اقابل وجهك ان شاء الله يوم تلتقي الخصوم. وبجي ثاني يوم وادعس على رقابكم كالعادة. فلذلك اي اساءة للمملكة العربية السعودية، رموز المملكة العربية السعودية، شعب المملكة العربية السعودية، راح نرد بكل قوة. الى الان شوفوا خليناكم من البارح الى الحين قاعدين تتباكون، من البارح الى الان كلكم موجودين عندي طبعا، وانا اقذف فيكم واستبيح اخلاقكم القذرة وابينها للمجتمع كامل، ومع هذا تروكم موجودين تحت قدمي هنا. والله يا عاش الدويبة انت ومنهم على شاكلتك اني لا اصنع من جلدك حذاء لقدمي، ولكل سعودية شريفة من جلدك القذر النتن، لأن تحملناكم بما فيه الكفاية. والله إن سكتنا عنكم كثير، ولكن أنتم ناس ما تتفاهمون إلا بلغة الجلب، ما تتفاهمون بلغة الحوار أو النقاش. أنا مستعد أراهن الآن البث في 776، أبغى واحد أو وحدة مروكية تطلع تتناقش مع وحدة سعودية أو معها واحد سعودي بأدب واحترام لمدة 10 دقائق. أتحداهم يطلعون يناقشون. تبي اطلع لك ابو تركي؟ تبي تشوف؟ يا اخي ريحتهم بول. خلني اكمل كلام. الحين ترى الى الان يعني ما لا في وحده تعجبك ابو تركي، تبي نطلعها؟ هات خلني اواسي نثبت النظريه يا ابو تركي، نثبت النظريه. والله اول دقيقة محترمة بعدين تقلب. يا جماعة أنا قاعد أناقش مرة واحدة عطست قالت لي لا تعمم. يلا يا عبد المحسن علشانك بس المرة تفضلي يا نورة. نورة أريد أساوي لك واحد سؤال. ولي نورة الشبكة عندك مي كويس. وعباد الله تفضلي نورة. نورة قاعدة تبلغ عبد المحسن شوتها برجلك يا شيخ. شفناها. ايش شوتها على طول يا هذه شفتها في كذا بث تقذف ترى عشان تكون بالصورة. ايوه كلهم قاذفات يعني. عشان اثبت النظرية بس يعني. والله شوفي متأكد. والله ما يحتاج، كل العالم عارفين وعارفين اخلاقيات وعارفين انهم يسيئون للمملكة العربية السعودية ويسيئون للوطن. انا ما اعرف ايش الحقد الدفين اللي في داخلهم يعني. والله اتمنى اني القى واحد اتفاهم معه. يا اخي مرة طلعت مع واحد قسما بآيات الله اعجبني خطابه يوم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله دقنوا يا جماعة الين بطنه. يوم طلع معايا وقام يستشهد بآيات قرآنية بس جاك الفرج. هذا انسان للامانة راح نتفاهم معاه شوي. طال عمرك الخطاب الديني تحولت. ابى اسألك سؤال، انا اذا ما وجد عندي ماء اتوضا، قال نعم تتيمم يا اخي جزاك الله خير، ممكن تشرح لي كيفية التيمم؟ قال ابشر. قال اضع ترابا، احمل تراب من الارض واسله في يدي، ومن ثم احمل بعض التراب واضعه واسله على راسي، واخذ كومة من التراب واضعها في فمي واتمضمض في يد. بيض الله وجهك. هذا شيخ ترى عظيم عندهم. فالخبل لا تناقش يا عبد المحسن. هي القصة من رصد هذا القصة اللي انا اقول انه ما فيهم عاقل. اذا الفيزازي شيخهم والمفتي عندهم اذهبنا الى الخليج وجاهدنا بجمالك. هذه فتوى شيخهم البطل الفيزازي، اللي ما مصدقني يدخل على اليوتيوب يكتب فتوى الفيزازي. بينما في فتاوي اخرى لا يمكن ان نتحدث عنها في بنتين في القسط عندنا، يعني صعبة شوي اني اتكلم فيها بكل شفافية، لكن ان شاء الله اني ساطرحها مستقبلا.
أنا لما قلت 75% يا أبو تركي جهلة ما كذبت ترى. في إحدى البثوث ذكرتني لما سألت واحدة مغربية قلت لها من بنى الكعبة؟ تخيل أبو تركي وش ردت علي؟ قالت محمد عليه الصلاة والسلام. الله لا يوفقك يا شيخ. الله لا يوفقك لا الدنيا ولا آخرة. الله يا حباب بوجهك. نعم. ذبحتني يا أبو تركي ذبحتني. الله يا حباب بوجهك. نعم. ما عرفت كيف اتناقش. شيرولي في عندنا ان شاء الله الحين ضيفه بتجي. بالله اللي ضايف نبيله شيروله قولوا له ابو تركي ببث الجواره تعال. عشان اثبت لكم بالدليل والبرهان انكم لا يمكن تصلحون. هذه يا جماعه واحده سكرانه تطاردني من بث في بث مغربيه لا 3 شهور وهي تطاردني. بالله شيروله استثنائيه موجودة. شيروا بالله لها نبيلة. أنا قلت لها إذا لقيتك صاحية 24 ساعة أنزل لك أسد. والله أبو محمود الله يجعلها بحبة في لسانه بجاه الحبيب محمد. قال تحبك. قالت تبغى تشتكينا على الأمم المتحدة. والله تقول إلا دخلك السجن حق الأمم المتحدة. أول مرة أسمع عن الأمم المتحدة عندهم سجن. احنا لازم نخف عليهم من أمس وإحنا خلاص يعني تعبانين. هم تعبانين ما نام يعني منهارين. يعني واحدة نزلت سمعها عبد المحسن قالت أنا تعبانة خلاص والله نزلني يا صاحب القسط والله ما أطلع عندك مرة يا صاحب البث خلاص أنا مصدعة نزلني. صدعتني مذهلة صدعتني. ترى عشان تكونين في الصورة يا مثلا فتح البث مرة ثانية والله ورحت لهم أنا. أي رحت لهم أو جاءتهم بس أنا في راسي 2 أبي أجيبهم أبي أستدرجهم اللي كانوا موجودين في القسط اللي كان يقاطعك اللي اسمه أي هذا اللي كان يقاطع أصلا هو يماني وحساس كان في الكافيتيريا باين لأنه يحط الميوت ويروح يسوي شاي يسوي الفطور حق الناس. ايوه باين واضح لانه وعندهم واحد اسمه الرايق اي هذا عنده الورع الصغير شكله ولده او جايبه من اليمن ما ادري من فين فحاطه يعني تحت في الاحتياطي يراقب القسط وكذا لين يجي هو. ولا هم ترى يقفلوا الميوت علينا احنا السعوديين يخلون المغاربه يتكلموا. انا اللي قاهرني يا ابو تركي متقمصين على انهم سعوديين وهذول الشغالات تمام يمشونهم كذا طرق على خشومهم واللي جالس تحت يتابع البث في ليالي حمراء انهم سعوديين يحسب انهم سعوديين. هذا اللي قاهرني. في ليالي حمراء في السناب وحركات ترى. الاخت سني تقول كم حساب عندك؟ عندي 1000 لحد الان. لا الاستثنائيه معنا يا مثلا بس تبي تضيفك شكله. بعدين على فكرة ترى مرت علي فترة خبث بالتعامل معهم. صرت أتصيد في بث مغربي في ألمانيا أتصيد العجائز حقهم اللي عندهم سكر ما أطلع إلا التراكمي 12. خلينا نشوف القصة هذا ابو تركي دي. اطلب. لا في واحد كان طالب قسط انا ابيه. جيبه. سبحان الله تدور الدنيا ويجوني لين عندي شوفهم جو. اللي اشوفهم في البثوث هناك. دور لنا عجائز بالله خلني ارفع التراكمي حقه وتموت عندي في القسط هنا. لا يرحم امك احنا ناقصين ريحه. احنا ناقصين ايش يشيلها هذه؟ عادي حتى الصفحه ما تشيلها. ايه تفضل يا بابو او بوبا تفضل او تفضل يا لا اله الا الله. اللي بعده اللي بعده بيبو. هلا الو. اي هلا تفضل. اقسم بالله لو حكومتنا الله يحفظهم يسمعون كلامكم قسما بالله ان يعلمونكم الادب.
على شحن. طيب وش رايك يا كلب تروح تسجل يا حيوان الغريب؟ وش رايك تروح تسجل؟ اسمع يا حيوان، اسمع يا قذر، اخرس يا ابن العاهرة، عليك يا واطي يا كلب، جايينك مشروطينك يا حيوان، اخرس يا كلب لعنة الله عليك. حكومتنا ما انتوا سامعينه يا ابو يا حيوان قاعد يا قذر يا زبالة. جنبه مروكية شروطته قاعدة وبعدين كمل رجلك يا كلب ورا المرة يا مرة، تحت لعنة ورا الله المرة عليك. يا معفن، ورا المروكية شروطتك واعطتك من فضلاتها يا معفن. يلا انزل تحت يا كلب، خليك تحت لعنة قسما الله. بالله لو انك قدامي لا احط احدائي في وجهك، هذا اقل شيء اقول لك. شوفك الان تعتبر طاهر 6 شهور، ابتعد عن هذه البسبيرية لانها تتعاطى وتتوضا ببول الكلب والحمار. شوفك الان طهرتك، يلا الان لا عاد تتقرب منها. الحين قاعدة تضحك عليك الحب ديالي. ويلي 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 مجمل وجهك زي ثاني العيد بارد، ما قبلتك حتى المقبرة. تفضل يا كوتش. السلام عليكم كوتش الحياة، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلين هلا بك كوتش. أهلا وسهلا. صراحة مرحبا. لا يهم يعني منين أو منين، أنا عندي فقط مداخلات. لا بس عشان أقدم لك ترحيبا بنفس لغة بلدك، فهمت علي حبيبي؟ طيب أنا أنت مغربي. من أين يا صديقي؟ أنا مغربي مرابطي إدريسي والحمد لله. أنتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولعنة الله عليكم. تفضل. أنت تتكلم بالدين، اللعنة مردودة عليك، أنت كما تعرف. لا لعنة الله عليك، بما أن دعست راية التوحيد وأنت تقول إدريسي ومن أمة محمد ولم أجد لك حتى رأي واحد، فلذلك لعنة الله عليك أينما أنت الآن. خسئت يا قذر، اخرس دعني أكمل، اخرس عندما أتحدث. وعندما يتحدث ابن السعودية العظمى أنت تخرس ولا تتحدث ولا تنطق. اخرس لا أدعس على وجهك، اخرس يا كلب، اخرس. وأنت مسمي نفسك الكوتش، والكوتش هو الحذاء الذي في قدم السعودي. اخرس لا تتحدث عن شأن سعودي وأنت لا تعلم به. لا تتحدث لن نقبل منك أي حديث عن السعودي. اخرس. أنا أمثل المملكة العربية السعودية العظمى، وأنت تمثل. أنا أمثل المملكة العربية السعودية العظمى، وأنت تمثل بنات بوسبير، وأنت تمثل طائفة العكاكسة الذي تجيد وتجيز زنا المحارم. أنت تمثل طائفة العكاكسة، هذه الطائفة الذي تمكث في المغارات لفترات طويلة جدا ولمدة 3 شهور و4 شهور وتمارس زنا المحارم من القرن 16 إلى القرن 20، 4 قرون وهي تمارس. وما ترونه الآن هو امتداد لطائفتك. عندما تتحدث لا تتحدث عن المملكة العربية السعودية وعن مجتمعي. أنا أدرى بمجتمعي وأنت أدرى بمجتمعك القذر، فلا تخليني أغسل شراعك وأفطر عليك يا مروكي. تفضل خالد. السلام عليكم تركي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ عساك طيب؟ بخير حبيبي يا مال خير. وشي شكرا على الدفاع. أبدا لا شكر على وجه. العظمى. وكلام منطقي جدا جدا، الواحد يرتاح يستانس يوم يشوف البث هذا. الله يعزك ويرفع قدرك يا رب. ونزلت كل مقام ذو مقام، يعني أي واحد نزلت المقامة معروف. صحيح، هم لا يمثلون السعودية العظمى ولا يتكلمون عن مجتمعنا. احنا مجتمع سعودي عظيم، نعلم مجتمعنا ونعلم ما نعي ونعلم ما نقول، ولكن هم لا يعون ما يقولون. صدقت والله صدقت، والشكر والله اني ما طلعت هنا الا بس بشكرك حبيبي. الله يسعدك. والوطن والاخوان المسلمين اللي على ملة محمد. حبيبي الله يعزك ويرفع قدرك يا رب العالمين. احنا عارفين المغرب ويا ما جينا المغرب ويا ما عرفنا خبايثهم ونواياهم وعدم حبهم. هم يقولون لك كذا نحبك وهم خراطين. صحيح.
بما انك رحت المغرب ابغى اسالك سؤال يعني. تفضل يا اخي. حبيبي الله يسعدك. طبعا انا كل ثقه في ان الاجابه راح القاها عندك. يا اخي ايش موضوع مهرجان ايس في هذا اللي في شارع البحيرات يرمون ملابسهم الداخليه لجلب الحبيب والنصيب؟ ما اعرف هذا. طبعا هم يعرفونه لان هذا عندهم طقوس يقول لك يجلب الحبيب والنصيب. فانا يعني اقترحت عليهم اقتراح اخوي لوجه الله سبحانه وتعالى، فيهم يشيلونه وفيهم يرمونه بحر. قلت يعني ضعوا يعني اذا جيتوا ترمون الملابس الداخليه في هذا الشارع لجلب الحبيب والنصيب اختاروا المقاسات الصغيره. فزعلوا مني يا اخي العزيز، رغم اني والله من وراء القصد اني ناصح ولست بكاره. زعلوا مني والله. تبي الصراحه انا تابعتك اليوم بثك، حسيت انك ناصحهم صحيح. نعم انا ناصح والله، نصيحتك انها من قلب صحيح. وهم بس فاهميني غلط. تدري ما ادري ليه يا خالد يعني. هم لانهم كذا يعني، ترى ما يحبون شيء اسمه سعودي. اوكي. يكرهون السعوديين كره، بس منافقين، يبين لك كذا عشان مصلحته بس. يعني خالد لما قلت لا تشتري العبد الا والعصا معه كان مثالي واقعي لهم، صح؟ نعم صحيح. اذا لكل مروكي كلب في البث هذا تطاول، ما اقصد الشرفاء عشان لا يحرفون المواضيع، لكل كلب مروكي تطاول المملكه العربيه السعوديه ترى هذا المثل يركب عليك. انت عبد والعصا معك يا عبد. صدقني لو تجلدهم صحيح، لو تتكلم عليهم وتجلدهم بكلام وكذا ترى خلاص يرتخي لك زي الحمار يمشي معك وما تبي. بالله يا جماعه ممكن ارد على هذا؟ تعطيني فرصه ارد على قطر الندى. يقول لك ابو تركي زوجتك فين؟ هي في مهرجان الرياض. زوجتي ورا ظهري، ولكن انت من اي فندق خارجه طال عمرك؟ وهل اباك ما زال في دور التعنيف عندما تطعنين بالسكينه وتضربين بالمقلاة وتركلين مؤخرته وتدخلينها السجن، ثم يذهب في سياره للكلاب تحمل الكلاب ذات قفص، يوضع للرجل المغربي داخل هذا القفص ويذهب به إلى دور التعنيف؟ جاوبيني يا قطر الندى، لا تستفز لساني عشان لا أخلي كرامتك ونعالي سوا. ليش تبكون يا جماعة؟ ترى باقي حنا حنينين عليكم. باقي بروح بث مغربي في ألمانيا، بعد ما أطلع من هنا بروح بث مغربي في ألمانيا وبأستلم العجائز اللي عندكم هناك اللي عندهم سكر وضغط عشان أوصل عندهم التراكم 12، وبعدين أحتس القهوة العربية السعودية وأنام. تزعلون بسرعة ليش يا أخي؟ المفروض إنه الدنيا أخذ وعطى يعني يا مروكيات. يعني احنا ما تكلمنا والله عنكم، لسه ما تعمقنا فيكم كثير يعني. كفواك الطيب يا ابو تركي، علمنا حساب نروح معك. ابشر يا مكتوب مغربي في المانيا، اكتبوا مغربي في المانيا وستجدوني هناك. واك عباد الله، احملوا اوراق ودوها السفارة، اي سفارة اللي بتوديها. هذا واجب وطني عندنا. المملكة العربية السعودية الدفاع عنها واجب وطني. لما بتجيني بنت بوسبير تتحدث عن بنت المملكة العربية السعودية وتتكلم عن شأن سعودي، هنا لابد ان نبين لهم ان هذا مجتمعنا السعودي وهذا شأن سعودي خاص، ما لكم علاقة فيه. انت تكلمي عن مجتمعك، تكلمي عن شرب حليب الحمار، تكلمي عن توضؤك ببول الكلب، يعني ناهيك عن فضايح اليوتيوب اللي حنا نشوفها. رجل 70 يغتصب دجاجة ثم يموت هو الدجاجة تعيش. أسأل الله العلي القدير أن يبعثه ذلك اليوم هو ودجاجته. ما قدر على دجاجة تغتصبها والدجاجة عايشة وانت ميت. 70 كتوم جاد. أسأل الله العلي القدير إن الله يريني فيك عجائب قدرته. 2 لما انك تتزوجين بهذا الكحلوش الأسود وتخلفين منه هذا الطفل يغتصب السيارة ويغتصب الحمار. 17 مروكي يغتصبون حمار مريض. في ذمتي لو الحمار هذا حي وبكامل قواه العقلية وليس مريض انه لا يغتصبكم رغم انكم مغتصبين. فلذلك انا لا اريد ان اتعمق في بعض الامور، لان لو تعمقت في بعض الامور والله حتى يمكن ما حد يرد عليكم السلام صراحة. تفضل عبد المحسن، دعني احتسي القهوة العربية السعودية.
كويس انك كنت مقفل المايك. استاذنكم يا شباب. حبيبي خالد شرفتني. الله يحفظك يا خالد. تبي طلبات يا ابو تركي؟ ايه عادي، هات لا تخلني احتسي عليهم القهوة. وليد تفضل. السعودي، لكن عم بسمع منكم شيء مؤسف والله، يعني حقيقة شيء. يعني انت تسمع مننا كسعوديين شيء مؤسف؟ طبعا شيء مؤسف يا اخي العزيز، لان احنا كجماعة عرب ومسلمين ما عمرنا بنتجرأ ونحكي بهالاساليب هاي لشعوب كاملة. يعني ممكن لو اتقاتل انا وشخص ازعل انا وشخص واحد معين، عفوا ويسبني. طب اسمع فكرتي، رحم الله والديك، انا ما عم بزعلك. طيب وليد اسمع فكرتي بس. بسمعك بس من وين؟ تفضل. انا فلسطيني. طيب انا عم بقول لك يا اخي العزيز. اسمعني يا فلسطيني، اسمعني فلسطيني. اول شيء انت ما سمعتش فكرتي حبيبي، ما سمعتش فكرتي. ما بيهمني فكرتك لانك كلك خلاص بارك الله فيك، ما زال بيهمك تنزلني. ما بتهمني عشان ما نزعل من بعض. بارك لا ما نزعل منك، احنا نعرفكم جيدا ونعرف ما تصبون اليه، فلذلك هذا شأن لا يعنينا. اذا لك متصالح او لك مصالح عند المروكية او عند بنت بسبير روح الحس قدمها، انما تجي تنظر علي هنا في بث المملكة العربية السعودية العظمى، لا نقبل منك ذلك. حلالاه والله ما استلمه يا ابو تركي، مساعد يصوت فيه لين يعض الارض، مساعد عاد يبيعهم. لا شوف حبيبي، لما بيجي يتكلم لي انا للامانه اكره موضوع التنظير. لا تنظر علي، طبعا انت بتجي تنظر علي هنا وانا استقبلك، بينما هناك البثوث الثانيه تصرح وتمرح بقذاره الالسنه ولا يوجد من يقول لهم هذا الكلام. انا والله العلي العظيم من 2 وتقريبا وشهرين اني ادخل البثوث هناك ما يعطون اي احد فرصة انه يقول الكلام اللي يقوله هنا، يقول لهم اتقوا الله في انفسكم ما تفعلونه غلط، ويتناصحون والى اخره. ما في، الكل مؤيد، الكل معطيهم، لا يعطونهم مساحات كمان. فلذلك ليش انا اتقبل منها رأي وانا عارف ان رأيها لا بيقدم ولا بيأخر؟ لا معلش. بعدين يتكلم لي عن العروبة وكيان الصوص يدك غزة وهم حارقين صور الملك سلمان. يا أخي لا تنظر عليه بأساليبك القذرة هذه، احنا نعرفكم جيدا. اللي بعده يا محسن. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أنا عنزي شملاني رشدي سعودي، ولا أرضى على أي شعب عربي الكلام اللي ينقال حتى لو غلطوا علينا. والله أنا إذا أنت ما ترضى فهذا شأن يمثلك شخصا. الحمد لله شأن يمثلني، ولكن أنا لا يمثلني رأيك، أنا لي رأي لا خاص بهذا يمثل تربيتي. نعم أنا إذا نعم أنا يمثلني. طيب أبغى أسألك سؤال يا محسن، هل تربيتك هذه نعم تسمح بإساءة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لا صور سيئة؟ لا أسمح، بس ولا إذا كيف أرد عليهم؟ طيب أنت تسمح إلى أي أحد يسيء مثلا تركي يسيء إلى مصري؟ أنا لا يهمني، أنا ابن المملكة العربية السعودية العظمى، أنا دفاعي عن المملكة العربية السعودية العظمى. أنا دفاعي يا محسن دفاعي عن محسن. اتركنا من الأمة العربية والخطابات الرنانة وما آن إلى ذلك، احنا نعلم جيدا ما تقول، ولكن من يسيء إلى المملكة العربية السعودية هنا بين قوسين وجب دفاعي عن ديني، عن مليكي، عن وطني. أما أننا نستحدث بلغة العرب ونتحدث باللغة العربية وما يحدث في العرب، يا أخي ما أساء لنا إلا هم، ولم يسيئوا للمملكة العربية السعودية إلا هم، ولم يتكلموا على المملكة العربية بالسوء إلا هم. تويتر تيك توك، شوف الكلام الناس عن السعودية كيف يمجدون السعودية. يا أخي المملكة العربية السعودية لا تحتاج شهادة حسن سيرة وسلوك من أحد. لا تحتاج المملكة العربية السعودية
لا تحتاج شهادة حسن سيرة وسلوك من أحد. المملكة العربية السعودية فارضة نفسها رغما عن أنف الجميع. المملكة العربية السعودية العظمى. اخرس دعني أكمل. المملكة العربية السعودية اخرس أبو تركي عليك يا أبو يمن اسمع. هذا يماني نزلوا يا عبد المحسن. وهذا شأن سعودي ولا يعنيك. أنت لديك 6 مليون أسرة. أنت لديك 6 مليون أسرة في المملكة العربية السعودية تغذي آلاف الأسر في اليمن هناك. عندك في المملكة العربية السعودية أيها اليماني القذر، أيها البشع، أيها الحوثي، يوجد لديكم منهي ألسنة وأطول وأوسق وأقذر ألسنة وجهت على وجه الأرض، وهي من تسيء للمملكة العربية السعودية. ويأتيني مخزنقات مثلك يتعاطى البرسيم كما تتعاطاها البهيمة ويقول أنتم طامعين في ثرواتنا. يا أخي مركز الملك خالد للبحوث العلمية ميزانيته 16 مليار، يعني بمعنى ميزانية دولتك 4 مرات. ولا ليش أنا أروح لمركز الملك خالد للبحوث العلمية؟ يا أخي نادي الطائب حايل من الدرجة الثانية، يا أخي ميزانية أعلى من ميزانية دولتك، وتجي تتفلسف علي تقول لي أنا طامع في ثرواتك. أنت هل لديك ثروات؟ شعب سكران 24 ساعة من القات. خسئت. أبو تركي كان تفلت بوجهه وقلت ينزل، يعني ما يحتاج. يا أخي ما أبغى أتفل بوجهه لأني قاعد أتقهوى. أنا مجرد من يوم ما قال أنا لا أرضى السب والشتم على الشعوب العربية. طيب أنت إيش دخلك؟ مو بعجبك الخلاء. يا أخي إحنا قلنا لك ما نقذف أي إساءة راح نرد الإساءة بإساءة. شغل التنظير وشغل الأخلاقيات المبتذلة من خلف الصور ونتائجها ليلة حمراء في السناب الأصفر وددي وددي وديها مية تديك طراوة. هذه الأمور ما تمشي عندنا نهائي، لن تمشي عندنا هالأمور والله العظيم. يعني لما انك تقعد تتغنج في الليل توالي الليل وتجايبتك المروكية بضايفتك في السناب، احنا نعرف كيف يستغلونكم. واشرح لها عن حالتي وهذا ليلك كله، وتجيني هنا الصباح تنظر علي فمك مليان قات وذنبك مليان وساخة. لا صليت فجر ولا قد تروشت وجايني بقذارتك وتبغاني اتحملك. خير تبي مكالمة أخرى أبو تركي؟ طبعا في ناس يقولوا لي أبو تركي وش عملوا فيك المغربيات؟ المغربيات ما عملوا فيني شيء. المغربيات ليسوا إلا نوائح مستأجرة، آخذهم بقدمي اليسار وأبنيهم بقدم اليمين وأهدمهم بقدم اليسار، ثم أخلع جلودهم من على أجسادهم وأصنع منها أحذية لأبناء المملكة العربية السعودية العظمى. فهم ليسوا شيء يعني. ايه هات لي هات لنا هذا. انا للامانه اليوم الساعه 39 دقيقه. خير شكلي طولت اليوم صح. اللي كان قبل شوي في القسط اللي اسمه محسن، الله يكرم اسمي عنك يا كلب. لا تطلب قسط يا مازوخي، خلاص انتهينا منك. خلاص محسن. بعدين انا لما اعرف ان الواحد لما يكون عنزي يقول انا فلان بن فلان الفلاني العنزي، لكن انك تقول انا سعودي وانا من ارض الجزيره وانا من ارض الحرمين وانا عناسي. انه حوثي يخجل يا جماعه الخير انه يقول انه حوثي لانه ما يشرفه. اكيد ما يشرفه. ليش زعلانين بنات وسبير؟ جبتوا الناس يعني يدافعون عنكم؟ على فكره ترى ما حد بيفكر، لانه ولد بلدها ما يطلع يدافع فيلقطون من الشوارع. منا اطلع دافع. ايه جالس في دور التعنيف. معنف صحيح. نعم معنف. هذا وش طلع؟ انزل تحت. انزل تحت. انزل كبس عبد المحسن. ركز عبد المحسن ايش بك يعني؟ لا يا ابو تركي جاب الغلط. تعرف. صباح الخير. بالنسبة ذولا للمنبطحين سلامات انت يعني ما تشوف البثوث من المرتزقة والمستعربين مش قاعدين يتكلمون عن وطنك؟ جاي هنا حنا عود من أرض حزمة. لا حنا المملكة العربية السعودية حزمة بالحالها وعصا بالحالها. فهمت؟
لا تجي تطبل عندنا لو سمحت. بعدين انت يوم شنطة تقولين اهل قريش اهل قريش، اهل قريش يشرفونك ويشرفون اشكالك. انت عارفة ولا ما عرفتي؟ يلي جالسة تسبين وتقولين هنود وبنغال. الهندي والبنغالي انت تدورينه، تاخذين شنطتك وتدورين وتخلطين في العراق. حتى الكوري والصيني اخذتيه، حتى الفرنسي والاسباني الشيبان اخذتي منهم. لا وتجين تنشرين بين البثوث ان السعودية تاخذ من برا. السعودية ما تاخذ من برا، ما تخلط العراق زيك، لا تحلمين. اما بالنسبة للمبطحين اللي قاعدين يتكلمون، روحوا شوفوا البثوث الثانية، روحوا شوفوا المستعربين وش يقولون عنا والمرتزقة اللي ما لهم لا وطن ولا والي. المشكلة انهم عايشين برا، بعضهم عايش برا في اوروبا في كل مكان، وجاي يتكلم علينا، يتكلم عن السعودية العظمى. من انتم؟ سلامات. ويجي منبطح حنا عود من عرض حزمة. معلش يا بتول، هم شوية تعبانين يعني، ارهقناهم من امس وبس. يعني احنا نحب نقول في النهاية بتختموا يا ابو تركي ولا مطولين؟ ابو تركي بتول وين رحتوا؟ في صوت يا جماعة؟ ايه انا في صوت؟ يا ابو تركي. معلش السماعة ما ادري ايش فيها صارت من كثر ما تفل عليها بشكل الكل ترى ما في صوت. لا الكل ما في صوت. يقول لك مات ابو تركي، جات ازمة قلبية. العنيدة طلعت لك من العناية مركزة وعندي استعداد اطلع لك من اللحد ترى على فكرة يعني. ان شاء الله انت ومن حواليك يا. اهلين اهلين يا مذهلة، ترى انشغلت معليش. لا حبيبتي عادي، حنا شوفي وجعناهم من امس، نقول احنا ضغطناهم من امس واليوم ينبحون ويصايحون. هو شوفي هو الكلام هم دحين والله متخيلتهم امامي اويلي. طيب والعصبة على راسها، ما عاد قاعدة عاد فاهمني العصبة وش هي ابو تركي. بزاف عليكم. ايه بزاف عليكم، ايه بزاف علينا والله. دي الشنطة الحمراء اللي من ديرة في ديرة تعبت، حتى الشنطة اشتكت منكم يا بنتي. انت مقهورة من البنت السعودية لانها شوفي وصلت حتى الفضاء يعني فوق في العلالي، وانت ما زلتي في القاع تغسلين الرجل، وانت ما زلتي في الفنادق، وما زلتي للدعارات. والمرأة السعودية فوق، والمرأة السعودية تمارس عملها في دكتورة، مهندسة، وزيرة، جميع المؤهلات العالية. ولكن انت نجيبك بس خدامة، انت شغلتك خدامة فقط. ناخذك هنا في السعودية خدامة تغسلين المراحيض ورجلينا، هذا هو. فعشان كذا احنا ما نلومك، انت مضغوطة وتعبانة نفسيا، فاحنا ما نلومك يا المروكية يا ام شنطة. معلش لا انا بكلم بقول كلامي للمنبطح لهم، واللي يقول حنا سوا وحنا مسلمين ما ادري ايش. طيب هالكلام هذا روح وجهه اوكي للمغاربة اللي فاتحين بثوث فينا وسب في المرأة السعودية وفي عرضها وشرفها. حتى المتزوجة السعودية ما سلمت منكم، ويا ليتكم تكلمتوا صح. ما غير بثوثكم جمع ذنوب على الفاضي، ما في لا حقيقة ولا واقع. طعنتوا في أعراضنا، طعنتوا في أصولنا. المسكين الهندي والبنغالي شبكتوه معنا وهو ما له ذنب. يعني وش قلة الأدب هذه؟ طيب رح تكلم معهم. جاي أنت وأنت مسوي نفسك سعودي اوكي وجاي تدافع عنهم وتقول حنا كلنا مسلمين. وينك لما دعسوا راية التوحيد؟ هم من هذا البلد نفسه ترى. وينك؟ ما شفناك. حنا واحد، ما في شيء اسمه واحد. كلمة احنا واحد، ما في شيء اسمه واحد. حنا مسلمين نعم، بس كل بلد له خصوصية وله حدود اوكي وله قوانين، وبلدنا له قوانين وله أسس وله قيادة، وبلد عظيم. تبيني أنا ما أدافع عنه؟ لما أحد يتكلم عني وعن بنات الوطن وعن عيال الوطن، حتى عيال الوطن على فكرة قلتوا عنهم خرفان. الرجل الأصيل أساسا ما يجي عندكم على فكرة، السعودي الأصيل ما يجي عندكم. فريح نفسك، ريح نفسك بدل ما أنت قاعد تدافع. دافع عن الوطن،
دافع عن بلدك، عن بنت بلدك، عرضك وكرامتك، وقاعد شاطح. احنا كلنا مسلمين، احد قال في الاسلام شيء؟ كلنا مسلمين بس مو كلنا واحد. ما في شيء اسمه كلنا واحد، ما في شيء اسمه كلنا واحد. اترك الكلمة هذه كلنا واحد. لا، مو كلنا واحد. انا سعودية انا، اوكي؟ اذا دافعت بدافع عن وطني وبنات وطني وبلدي ومقدساتي وقيادتي قبل كل شيء. الوطن قبل كل شيء. قيادتي، الملوك والأمراء والوطن كله والشعب السعودي والبنات السعوديات. بس ما راح أدافع عن أي أحد ثاني. أنا حرة. يعني وش شفنا منهم من المستعربين والمرتزقة غير سب وطني وسب وقذف البنات السعوديات؟ وش شفنا منهم؟ حتى لو انتقدنا شيء بسيط عندهم مأثر علينا وعلى سمعتنا وشوهوا سمعتنا، جلستوا تنابحون في كل مكان. أنا عشان كذا دائما أكرر، الزواج، حتى الزواج جزء من الوطنية. الزواج من السعودية جزء من الوطنية. ليش؟ لأنك إذا تتزوج في السعودية ما تضطر إنك تتكلم عن أي شيء ثاني غير بلدك ووطنك. بكمل فطوري. بالعافية. هلا يا ظلم. اولا يا جماعه مزمزوا عليهم، مزمزوا بس. احنا للامانه في الناس تري فاهمين غلط انه احنا قاعدين نعتدي واننا قاعدين. اولا احنا ما رحنا بثوثهم واسانا، احنا جالسين هنا في بثوثنا السعوديه، ما اسانا لاي احد. ولكن لما انه يكون في اساءه للوطن وجب هنا الرد عليه. هم من ياتون عشان انهم يسمعون هذا الكلام، يعني هم يجوا هنا ويسمعوا هذا الكلام ويسمعوا الرد. شيء طبيعي انه لما بيكون في قذف على مجتمع كامل كمجتمع المملكة العربية السعودية العظمى لابد انه يكون في ردود، لابد اننا نرد على هذول الناس، لابد ان نرد عليهم لابد اننا نرد الاساءة بالاساءة، لان جلسنا فترة طويلة جدا وهم للامانة ما هم ساكتين. ابو تركي كل دقيقة تقول سعودي، واضح جدا انك سعودي. انا سعودي رغما عن انفك ولا احتاج شهادة حسن سيرة وسلوك منك. هذه واحدة. اثنين، من يشكك بالجنسية هذا لا يعنيني ليس إلا نائحة مستأجر، ولا يهمني ولا أهتم لهذه السوالف. الشيء الثالث، تيجي مروكي أو يجي مروكي سي للوطن نرد عليه شاء من شاء وأبى من أبى. حنا موجودين هنا للردود فقط لا غير. أي شوف هذا يقول شكلك فلبيني. هيا خذ شفت انه ما عندهم عقول يا جماعه. ما عندهم والله. هيا شوف عمرهم سمعوا فلبيني يتكلم كذا. من الحلال تلقاه متزوج شوية يقولوا جزائري او يمني. جزائريين هذول اللي في القسط او يمنيين ما يشرفونا، لكن الجزائريين والله انهم اشراف ونتشرف فيهم ونعم فيهم. لا حد اساء لنا ولا حد جاء في بلدنا وضرنا، عازين نفسهم بنفسهم في بلدهم. ولكن انتم المروكيين تفضل ابو تركي. الجزائريين لما يجوك شهادات عليا، يا اما دكتور في جامعه او صحيح. دكتوره في جامعه او تجيك دكتوره في ارامكو او صحيح. لكن المروكيه ما تجيك الا بشرويطتها ومناديلها معها وتشروط في عباد الله، واخر شيء مسكنها الحمام. يعني اذا ارتفعت مره في الشهادات العليا تنظف حمام، إذا ارتفعت مرة يعني وصلت للقمة غسلت رجل بنت المملكة العربية السعودية. هذا مستوى. فعشان كذا أنا أكره قلت لكم موضوع المقارنات للأمانة. صحيح. وبعدين على فكرة يعني أنا يعني اتضح في الآونة الأخيرة أن عندهم جنسية أخرى، جنس آخر، يعني غير الأنثى وغير الذكر. أنا ما أبغى أسأل عن هالموضوع أي مروكي أو مروكية، شنو جنس آخر؟ يعني بما معنى هل هو متحول أو هي متحولة؟ يعني حتى الطبيعة الكونية لعبتوا فيها، الله يلعب فيكم بجاه الحبيب محمدي. والله لعبتوا في الطبيعة الكونية يا جماعة الخير. يا أخي إيش باقي ما سويتوه على وجه الأرض يا بنات بسبير يعني. اللي ما انبطح لهم أروح شوف حذيان اللي هو السلطان المغربي وش كان يقول في وقت الزلزال. تخيلوا يا جماعة، عندي التسجيل. كان يقول في وقت الزلزال أنا حتى لو الزلزال جاء راح أقول لربي وقف الزلزال شوي، بعدين أبسب بالسعوديات، بعدين أكمل يا ربي. أنت مجنون. أنت مسلم أساسا. الله لا. أنت مسلم يا حذيان.
هذا بس جزء بسيط من اللي يقولونه المخارب هذولا في بثوثهم. فلا يجي أحد منبطح يجلس يتكلم ويقول ليش تتكلمون عنهم. أنا أتكلم عن أي أحد وأي جنسية تسب بلدي ووطني، أوكي، وبنات وعيال وطني. إذا وصلت للسعوديين ذيك الساعة تكلم معنا. يا بنت الحلال جت معنا واحدة هنا شاركت، صوتها كبير كأنها إنسانة كبيرة، قالت الحمد لله العلي العظيم الذي أنعم علينا بالزلزال. ها كيف؟ قلت لها عيدي. قالت الحمد لله، أنت ما تعرف أن الحمد لله عندنا في الزلزال يا رب لك الحمد تفجرت الأنهار وخرجت الأشجار، وإن شاء الله سوف يأتينا بترول. هاي بترول يا بنت الحلال، الناس تحت الانقاذ باقي ما طلعوا، طلعت ريحك، طلعت ريحك من الدنيا، باقي ما طلعوا من تحت الانقاذ. ايش اللي تقول الحمد لله على الزلزال؟ والله العظيم يا جماعة الخير انا ابغاكم تركزون. اي واحد يلاقي مروكي او مروكي يا جماعة يتناقش معهم بالعقل. اذا طلعت بمجموعة تمتد ل10 دقائق معلومة واحدة منهم انا مستعد اغادر المساحة. إذا أنا قاعد أتناقش مع واحد والله العلي العظيم عطست يقول لي لا تعمم. يا جماعة الخير إحنا نعاني فعلا من كمية كبيرة من الحميرة، حتى سميتهم بحمار المقبرة. هذا الحمار اللي يدور حول صوار المقبرة باحثا عن الظل، وإذا لقى الظل وإذا جاء الظل راح رقد في الشمس. هذا مثلهم تماما، هو عقليته مثل عقلية، رغم أنه يتجاوزهم بعدة مراحل، بحيث أن وضعنا قدامه كتاب لم يدعس عليه، تجاوز الكتاب، بينما المروكي دعس الكتاب. يعني لما بتسوي مقارنة بينهم وبين حمار المقبرة طلع برضو أفضل منهم. يعني عالم غريب للأمانة والله. وبعدين تجي تقول لك بزاف عليك المغربية، بزاف عليك. مش بزاف عليه 150 كيلو يعني 150 كيلو ظهرك تقول ابي اروح المشغله ابي ارسم في ظهري فراشه. انت ما لا ترسمي في ظهرك فراشه، ارسمي جبل. يا ريتها تصير فراشه. خريطه يا ابو تركي، حطي خريطه المغرب في ظهرك. خريطه لا فين الاتجاه، اي مدينه اي أيوة دوله الاتجاهات الاربعه صحيح. حطي في ظهرك اشياء كبيره، جمل، بقره، ديناصور، شيء من هالقبيل يعني. اما فراشه مي باينه. الجمل، البعير رمزنا. انت ما شفتني يا ابو تركي وانا لابس البكيني. اي بكيني يا بنت الحلال، انت يبغالك تربى الخيمه تفصيل. اي بكيني وتربطينه في رقبتك من فوق كانه حبل مشنق. اتق الله في نفسك يا بنت الحلال، انت ما في شيء يلقبك، والله ما في شيء يلقبك. لا حتى يا ابو تركي اذا تكلمت السعودي ولا تكلمت خليجي يا ثقل دمها يا الله. يا بنت الحلال تكلمي لهجتك والله لايقه عليك، لكن انت يعني من يعني تتكلمين لهجتنا والله العظيم تحومك بدنا، ترى والله العظيم تحومك بودنا قسم بالله. بعدين ما يطلع عندهم غير 3 حاجات، لا تعمم. شوفي ايه اللي تقولين عوانس، تدرين ان بثوث الخطابات اغلبها منكم صح؟ مصيبة. روحي البثوث الخطابات والخطابين، روحي شوفي من اكثر جنسية تطلب الزواج، مسكينات. حتى نفس السعودي يقول لكم لا ما ابي بنت بلدي. حتى في البثوث تعرضون انفسكم. انا مدري وشو من المغرب، عمري 22 سنة. نحن ببليسك عمرك 22 سنة، سلامات. كان يبغيه سعودي، كان يبغيه اماراتي، سلامات. كل البثوث الخطابات مستحيل ما تدخلون قسط وتتكلمون، اقسم بالله والله اني ما تبليت عليكم. روحوا شوفوا بثوث الخطابات يا جماعة، شوفوا من اللي اكثر ناس يدخلون القسط، ومن الطلبات والكومنتات منين. انا والله العظيم ما ادري من وين رجالكم وين شبابكم. والله شوفوا والله العظيم والله على الاقل السعودية كذا ولا كذا تتزوج ابن بلدها. طال الزمن قصر، تطلقت ما تطلقت، عنست ترملت، تاخذ السعودي تتزوج ابن بلدها. انا اشفق عليكم اقسم بالله اني اشفق عليكم يا بنت الناس. مهما حاولتي تشوهين صورة السعودية راح تاخذ سعودي، والسعودي ما راح يتنازل عن السعودية. السعودية نفسها تاج راسك.
حتى لو انها ومع ذلك تجي حتى لو انها مطلقة، حتى لو ما فيها هي قاعدة ببلدها بكرامتها، لكن انت جالسين في بلدنا بكرامتنا، منتشرين رجال لا مثل الحشرات، لا تسرقنا. انت كل الاشياء ذي تسوينها عشان بس مجرد انك تتزوجين، وتزوجتي حتى من السند والهند، تزوجتي من اللي انت اتهمتيننا فيهم. بعدين كم نسبة السعوديات اللي متزوجات من برا؟ تدرين كم اقول لك؟ ومن وين اساسا؟ يعني بالعقل قبيلية بتزوج من برا؟ لا طبعا. يا مسكينة. إذا أنا وأنا سعودية، إذا أنا وأنا سعودية، مو أي سعودي أقدر أخذه. أنا وأنا سعودية، شوفي هو زواج ربي حلال وسعودي زيي، أنا ما أقدر أخذ أي سعودي. فهمتي؟ في أشياء، في أصول هي تأخذ في باكستاني، أمور أنت ما تعرفينها في بلدك، أمور أنت ما تدري وش في بلدك. ما يهمها، أهم شيء أجي أخذ فلوس ويصرف علي وعلى أهلي والجماعة والجيران تبلع تحسبها تحترم نفسها إذا تزوجت منه. خلاص يعني أنت محترمة إذا احترمتي نفسك، إذا احترمتي البلد اللي أنت عايشة فيه، احترمتي أهله، احترمتي بنات عمه بنات خاله، أوكي، احترمتي بنات الوطن اللي أنت عايشة فيه. أما تسبسبين فيهم في كل بث، وغلك وحقدك يا المسمومة يا المغلولة، أوكي، تطلعينا في البثوث، لا أكيد بنتكلم فيك وندعسك بعد. وغالبا أنا ألاحظ المتزوج منكم يتغير، سبحان الله، تتغير مبادئ، تتغير أسلوبه، يصير زي الخروف، سبحان الله. ما أدري يعني هل هو يعني وشو بالضبط، ماني فاهمة يعني. يصير يحس بالنقص وحقود. طبعا البعض مو الكل، يحس بالنقص وحقود على بنات البلد، وحقود زيك حقودة تورثينا الحقد، يعني تعطينا الحقد، تعطينا جرعات الحقد على بنات الوطن. بنات وطنكم كذا وكذا، السعوديات تراهم يسوون كذا وكذا في كل مكان. الزين والشين في كل بلاصة، الزين والشين. وش دخلك انت في بلاصتنا؟ انت دخلك في بلاصة السعوديات؟ انا قلت لك وارجع اقول لك السعودية كذا ولا كذا، راح تتزوج سعودي. لكن انت وش مصيرك؟ ما فكرتي؟ في كل بلاصة في كل بلاصة متزوجة. لا وتفتخرين بهالشيء، وإذا قلنا شيء قالت يا جماعة تدرون انها تفتخر، تقول أكيد راجلك ولا أخوكي ولا ما أدري وش ولا أبوكي متزوج، يعني هذه متزوج منا. يعني أنت تفتخرين بخراب البيوت، تفتخرين، هذا فخر بالنسبة لك يا الوقحة. أشياء كثيرة أنت تقولينها من تحت السطور، إحنا نفسرها ونظرتنا لك بمعنى آخر، بشيء آخر أنت ما تحسينه، لأنك عديمة كرامة، مهانة. صراحة مغربية تقول جميلة في كل شيء، جميلة في التفسخ، في التبطح، في السحور، جميلة في هذه الأشياء، في التباعل بالحمار والقرد. أهم شيء التفسخ والتباعل والتبطح. تصدقون عاد لو إنها والله العظيم أم شنطة وتكون إنسانة طيبة وداخلها طيب ونظيف، ولا تسب ولا تقذف ولا تتكلم كلام غير لائق بالسعوديات، أقسم بالله كان أنا احترمتها. وهي طبعا يعني استغفر الله يا ربي، لكن واحدة قادرة تسب فينا تتكلم في شرفنا، ولا تبي العالم زيها؟ لا والله، لا أدعس عليك وأوريك مقامك. هي غيرة من عماتها، بنات السعودية عماتها وتاج راسها. ولا أنا ما يهمني نشاطك على فكرة، أنت في محيطي نشاطك وين كاين على قولتك؟ وين كاين؟ يعني مثلا بتغرين إخواني، مثلا بتغرين عيال عمي مثلا، ولا عيال خالاتي، ولا عيال جماعتنا مثلا، ما يشوفونك شيء وراح يتزوجون سعوديات. يعني بالنهاية كلامك لا ود ولا جاب عن السعودية. مجرد أخذت ذنوب وانت تتكلمين عن المرأة السعودية وتتبلين عليها أو تتبلين على عرضها. يا سعيد، العنوسة والغيرة في بنات بلدك اللي يغارون على السعودي أكثر من غيرتهم عليك يا سعيد. والله العظيم ما أبي أوجعك، تصدق يا سعيد،
إذا كنت من بلدها أقسم بالله إني ما أبي أوجعك، والله العظيم وضعك أنت بالذات وضع مأساوي والله العظيم. يعني أقسم بالله إني أشفق عليك. يعني لا هي احترمتك، لا هي بنت بلدك محترمتك. حتى في بثوثكم تروحون تتكلمون في بثوثكم ما يجي بسك 16 واحد تتكلمون كذا. وين حبيبة معكم كم عجوز منكم وبس. قرأت اللي كتبت لك تحت؟ وين بناتكم يجون في بثوث انتبه لين تصحى صح؟ تدري ولا ما تدري؟ أقول لك راح يفصل أصلا الجوال، يجوز يفصل جوال أصلا الجوهرة. عموما أنت انتبه، أنا خلاص فصلت؟ ايوه. اقرأ آية الكرسي، أمان عليك. قبل ما اقرا آية الكرسي بداس على الرسل. والله العظيم. لا اليوم طولت والله بشكل خيالي. ما عليه. تحصلنا باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ورب الكعبة كان عندنا شغالة ماروكية كبيرة شوي في السن تقول لأخوي صيدلي تعال المغرب أزوجك بنت. يعني حتى وهي شغالة يعني ما هي يعني الصيدلي بياخذك هي قاعدة تسوق. هم حياتهم التسويق كذا ولا كذا، بنت شغالة تبي التسويق. يلعن جوا، تحس إذا زوجتها خلاص بترتقي. يا أبو شكلك يا شيخة. يلعن جوكم، أقسم بالله طموحكم تكونوا متزوجين منا. جايين يشوفون عماتهم يفشلون يا بنت الحلال، جايين يشوفون مين هي هذه السعودية الجوهرة، مين السعودية الشامخة، مين السعودية الكريمة، مين السعودية الجميلة النظيفة. جايين يشوفون. لا فيهم حقد على السعودية، أنا ما أدري وش ذا الحقد المتوارث عندها. ما يوصلون من حقهم يحقدون، ما يوصلون مواصيلنا. تنافق، هي المنافقة ما يوصلون مواصيلنا يا حبيبتي، ما يوصلون مواصيلنا أبدا. حدها شغالة فقط. عمرك سمعتي دكتورة مغربية مهندسة؟ شوف أنا بقول لك وزيرة. الدكتورات اللي عندهم ما يطلعون من بلدهم. يعني عندنا هنا عندهم تتزوج يعني ابن بلدها على الأقل. صحيح، ولد بلدها طاير منها. أنا أحترم صراحة اللي تتزوج ابن بلدها. شوفي يا مذهلة، تصدقين إني أحترم اللي تتزوج ابن بلدها. طيب ما دام القسمة وناسيب، ليش القسمة والنصيب ما صارت عندنا في السعودية؟ نصيب الصاعوطي، إيش معنى الصاعوطي؟ أنا قسمتي ونصيبي كسعودية مع سعودي ابن بلدي، عشان نجيب سعوديين وسعوديات يخدمون هذا الوطن. مو بكون من بلد ثاني وافتخر فيه وانا متزوجة من بلد ثاني. كذا ولا كذا انا بصير. المرأة السعودية صارت كابوس بالنسبة لهم، واحنا حنفضل كل يوم كذا نطلع وتكون تنامي وتحلمي فينا. غبية. فاطمة المغربي تقول لك لا حبيبتي نتزوج سعودي على خشمكم. أقول لك سعودي ما يبغاكي. سعودي إذا كان مريض. فاطمة المغربي تصدقيني يا فاطمة المغربي إنك جدا نزلتي من عيني، جدا نزلتي من عيني. تدرين ليش؟ لو إنك قايلة أتزوج مغربي وابن بلدي أقسم بالله لأحترمك أكثر. لكن تزوجي نتزوج سعودي نجي على خشمكم. خشم مين؟ خشم مين يا حيوانة؟ أنت ما تجين في محيطي. ما سمعتي؟ انت ما تجي زوجة لاخوي، زوجة لاخواني او عيال عمي او عيال خالاتي او في محيطي يا الغبية. فاطمة المغربي هذه اللي امس من قرايبنا اللي شرشحوها عشان بينت حقيقتهم. غبية قال نتزوج سعودي بينت حقيقتهم. والله العظيم لو انك قايلة انا اتزوج مغربي ابن بلدي اقسم بالله لا احترمك وتكون كرامتك محفوظة. صدقين انها تكون كرامتك محفوظة. قالت الرجل المغربي ما هو كفو. اقسم بالله ما هو كفو. فضحت ولد. يعني انت تخيلي مثلا، تخيل انا بسم الله علي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هذا حلم، لكن لو اقول مثلا انا نتزوج مغربي ونقعد على خشمكم، انت نظرتك لي كيف؟ انتم كيف متربين؟ انتم متربين كيف؟ بس ابى افهمك، انتم متربين كيف؟ متربين على انك تاخذين واحد بس من بلد ثاني مربينهم بس عشان المصلحة مدارس يتعلمون الجنس عشان يروحوا. ما تعلمت الوطنية؟ من تعلم الوطنية يفلتونها في كل دولة وروح يجيبي لنا فلوس. هذا هو. بعدين تعلم الوطنية منا.
تعلم الوطنية، تدرسها كيف تتباعل وتغسل الرجل فقط، هذه الدراسة عندهم. في كل بلد تعلم الوطنية من بنات بلدهم. اوكي، ترى حتى في الزواج جزء من الوطنية. ترى انت ليش ما عندك اهلا باهل الجزائر، ليش ما تتزوجين ابن بلدك يا اختي؟ ليش ما تتزوجين ابن بلدك؟ اوكي، وتعزين نفسك وتكرمين نفسك وتجيبون وين بعد؟ انت ما فكرتي بعد كم سنة وانت كل مكان متزوجة كوري، متزوجة صيني، متزوجة خليجي، متزوجة مدري ايش. والله نصيحة مني، يعني انا نصيحة لكم عليكم. يعني بعد كم سنة وش بلدكم راح تصير؟ بلدكم وش راح تصير؟ الله اكبر عليكم. ما فكرتي بهذا الموضوع؟ تتحملون من ما هو مغربي، يعني من ولا خليجي الى بنغالي الى سوداني الى النيجيري الى يعني انت يعني كيف متحمله هذول كلهم يا بنت الحلال؟ وتقولين مغربية وافتخر. شلون مغربية وافتخر وانت تتزوجين من كل جنسية وتجيبين عيال مو مغاربة؟ وين المغرب؟ مو انتم تفتخرون بحضارتكم؟ في واحد طالب قسط ما ادري هو واحد او واحده. انت مو بتفتخرين ببلدك؟ المغرب حضارة والمغرب ما ادري ايش. طيب وين شلون عيالك مو مغاربة؟ اذا جبتيهم مو مغاربة. ثواني شوي. تفتخرين ببلدك؟ لو تفتخر ما جات تقول انا صاعوطية، انا عتيبية، انا ما ادري وشو. يا حمارة يا حمارة، إذا قلت عنوسة ضحكت عليك. أول شيء يا حمارة كذا ولا كذا أنا بتزوج سعودي. يعني وش بتزوج؟ افهمي حاولي تفهمين. عندهم السعودية تتزوج سعودي لا تخافين عليها. أنا كسعودية لا تخافين علي. الفهم عندهم بطيء يوصلهم في الاستيعاب عندها بطيء أقسم بالله. أيوة من فوق عندهم الاستيعاب. ما تفكر لمصلحتها الغبية. فوق الاستيعاب بطيء جاني اتصال، لكن من تحت الاستيعاب سريع جدا. هذا انت يا حيوانة يا لا، وحاطة أمازيغية. أكيد سعودي واللي يريحك السواق البنغالي. السواق لك والأشكالك، السواق لك واشكالك. هذه الكذبه اللي كذبتيها وصدقتيها في كل قاره وراء هذه الكذبه والتشويه. لا وتقولون ليش السعوديات دقيقه يا مذهله، تقولون ليش السعوديات يكرهوننا، ليش السعوديات مدري ايش. انت الان يا كلبه يا حيوانه تتكلمين وتتهميني اوكي، تتهمين كل سعوديه انها مع البنغالي والهندي، رغم انك عارفة ان السعودية جزمة السعودية اطهر واشرف من سلالتك، واغلى اطهر واشرف من سلالتك. مسكين الهندي والبنغالي حتى ما يدري انك تتكلمين فيه ولا حتى انك تخوضين فيه. بقيمة مهرها مسكين والله مسكين. ارحم على الاقل انا كسعودية بمهرها، بقيمة مهرها. على الاقل انا كسعودية اخذ حقي وعارفة وش قصدك، وحتى السعودي يدري عن انك كلامك كله كذب. لكن انت يا مسكينة بس تاخذين ذنوب على الفاضي، تجمعين ذنوب تتهمين بنات الناس عشان انت نفسك سمعتك سيئة. سلالتي تشرفك، تدرين يا أمازيغية سلالتي تشرفك. انت مو أمازيغية، انت بربرية همجية عايشة في زريبة، عايشة في بيئة وسخة وتحسبين بنات الناس نفسك وسخات. صوتي وعادي تتهمينهم مع فلان وعلان عادي. يا بتقول صوتي طالع؟ ايه صوتك طالع. اي عندي النت. لا بالعكس انا ما ابكي، بالعكس انا اعلمك قيمتك، انا كذا اعلمك قيمتك. انت اللي تبكين تحت وانت حزينة مسكينة. تبكين لانك ما انت قادرة تطلعي تواجهين. الكل يعرف سمعتك ويعرف انك دون. اخوي ابو محمود يا اختي بنستأذنك الله يعطيك العافية، بنروح ننام واخذنا كفايتنا في شنطة، ولنا لقاء بالليل ان شاء الله. الله يهديكم بس. وناخذهم رايح جاي. والله شوفي هي المشكلة هم يكتبون على موضوع الجنسية وانكم ما انكم سعوديين، كأنه يا اخي خلينا نقول كلام عسى انه يكون في اجر لهم وان ان شاء الله. طبعا انا انا بالنسبه لي ما الومكم يعني انت وبتركي، لانه فعلا يطلعوا لي يسبون وكذا، هذا الشيء ما حد يقدر ينكره. واكثر من ذلك
ولكن اذا هم حاليا ما يعجبهم هذا الامر عليهم مثل ما انا المبادره اللي سويتها عليهم انهم يتجهون على بثوثهم ويحاولون يسكرونها قدر المستطاع. بعدين خلاص يعني انا متاكد السعوديين مستحيل اصلا يؤذون احد اذا ما حد يؤذيهم. هاي قاعده طبعا اي طبعا اكيد. نعم انتم صبرنا عليهم سنين طويله، صبرنا وجاهم الرد. بس فانتم لا تلومون، واكيد بعض الناس يدخلون على البث ومو فاهمين الموضوع. يا جماعه الخير لا حد ينكر هذا الشيء، في بثوث من المغرب يعني يغلطون وحرقوا علم رايه التوحيد موجود المقطع، هذا الشيء من حقهم يردون يعني. فموضوع انهم هذول جزائريين وواحد كتب هذول سوري، انا سوري نعم، بس انا ما سبيتكم خلاص. مذهل وبتركي كفوا موفم. فانتم الحل مشان ما تصير هاي الفتنه والقذف والسب، هاي ردة فعل طبيعية، هاي ردة فعل طبيعية. انتم ما تقبلون احد لا يسبكم ولا يحرق علمكم، ليش تزعلون مثلا؟ يزعلون لانه عريناهم وفهمنا العالم كله حقيقتهم القديرين. ولكن نقول عالجوا بنات بلدكم، لموا بنات بلدكم يا المغاربة يا المروكيين، لانه نثروا عندنا الايدز بشكل غير طبيعي. فلموا بناتكم، عيب لحد كذا، عيب، كفاية عليكم لحد الان. لا حقك يا اختي والله. شوفي كل واحد هسه ممكن بعض الناس يقول يعني مثلا يقول لك احنا ما نرد عليهم بنفس طريقتهم، لا هم طريقتهم كانت يعني انا حضرت لهم بثوث وطلع معهم حتى بنات يعني سعوديات مراهقات يعني صار يغلطون عليهم كلام، ولكن احنا نقول هذول يمثلون حالهم يعني. ما اكيد المغرب اكيد يعني خلينا نكون يعني بيها ناس شرفاء وناس حفظت القرآن، بس النسبة الاكبر اللي قام تطلع بالبثوث انتم المفروض تسكرونها. هذا الشيء طبيعي. مثل احنا كل يوم نفس الكلام نقوله لاخت الجوهره. وبالنسبه مثلا انا شوفوا خليكم مثلي، خذوا تعلموا مثلي ما في مشكله. انا مثلا كسوري في حاليا بث اسمه ابو جبل الهاشمي، طيب سوري موجود في المانيا، قام احاول بكل الاسلحه اللي عندي اني اسكر هذا البث. ليش؟ لانه قام ياذيني، قام ياذي اهل بلدي. ما اقبل يتكلم على المملكه العربيه السعوديه، ما لك علاقه فيهم، انت عايش في المانيا. وانبه حتى السعوديين انه لا تطلعون معاه قسط، وخاصه البنات لانه يسجل اصواتكم تمام وقام يحطها في الانستغرام تماما. انا لما اسكر هذا واسكر الثاني خلاص انا اعرف انه مستحيل احد سعودي راح يفتح باهل جلدتي بث، لانه نفسهم السعوديين ما راح يرضون بهذا الشيء، ما راح يقبلون. يقولون يا اخي انت على اي اساس تفتح بث على ناس بالاساس ما اذونا؟ فانت اللي تكتب ومو عاجبك الموضوع. والحل لوجه الله يا اخي سكر بثوثك، وهم والله متاكد مو فاضي لك اصلا، راح يسكرون البثوث. هم ما شاء الله تبارك الرحمن بلد متقدم، بلد الخير، بلد وصل لل20 خلاص يعني مو فاضيين. اما ما دامك انت يا معلش يا اخي يا سعيد، انت اذا كان مروكي او ماخذ مروكيه روح استغفر ربك انت، لانك ماخذ من الشارع او انت من الشارع، فاستغفر ربك على ذنبك. ردنا حيكون جاهز لاي مروكي او مروكيه شئت ام ابيت. ما كلامه فاضي. انت اللي انت كاتبه انه انا السوري والجزائر دافعوا عنكم. يا شيخ انت ليش السعوديين محتاجين؟ ترى انا ما دافع عن السعوديه، اقسم بالله عندهم ناس ياكلونكم بدون ملح. انا رجل عادل، انا رجل اليوم امثل بلدي اهل الشام اللي هم نفسهم اللي قاموا يفتحون على السعوديه بثوث ويغلطون عليهم، وما اقبل بهذا الشيء. هذا واجبي اني اوضح واعريهم. مثل هذا الدكتور وائل خلف اللي في فرنسا اللي يقول انا سعودي، هذا سوري يا اخي ومن عندنا من نفس منطقتنا، كذاب ويسوي حاله معارض ومدري ايش، لا حد يطلع معه واحضروه. مثل هذا ابو جبل اللي في المانيا، هذول الاثنين اللي موجودين حاليا في التيك توك. فانت يا مغربي او يا مغربيه الشرفاء احنا نتكلم عليهم اللي يخافون الله، اللي ما يقبلون بالفتنه وما يقبلون انه اي بلد تنهى، عليكم انكم تسكتونهم. لا تقول لي لا احنا ما نسكتهم او ما نقدر، لا اذا انهم قاموا يبثون من المغرب اكيد فيها جهاز وفيها نظام وفيها اكيد انتم ما تقبلون. ليش تزعلون اذا واحد يفتح عليكم بث يا اخي؟ هذا الطبيعي. انت سوي عليك اللي عليك لوجه الله، والله عز وجل والله لن ينساك. يجوز انا شايفيني طبعا من دخلت بالبث انا ما اغلط على حد، انا طبيعتي حتى لو يفتحون بث على سوريا ويسبون سوريا اقسم بالله اني ما اسب احد، انا ما اسب، ولكن اعالج المشكله الاساسيه. هم ليش فتحون بثوث علينا؟ لانه في سوريين فاتحين عليهم بثوث. احاول بكل اسلحتي اللي ما قدر الله يعني الله ينصرني اني اسكر بثوث بلدي، ساعتها ما حد يقدر يفتح بث. هذا الحل، هاي نقطه البحث. اما انك تقول لي والله انا ما اقدر وبث من فرنسا وبث من المغرب، مشكلتك يا اخي، ما راح يسكتوا لك يا اخي. انت قام تطلع وتسبهم وحرقت علم التوحيد اللي فيه كلام الله عز وجل.
اللي كل مسلم المفروض يطلع عليه. وانت شايف انت يا المغربي والسوري المصري كلياتكم شايفين والله العظيم قولوا كلام الحق انه المملكه حاليا مهاجمه يا اخي. كل البثوث عليها من جميع، حتى الالحاد دخلهم في بث حاليا اسمه القرآنيين متوجه الى مراهقين السعوديه يريدون يلحدونهم. فانت كمسلم هل يعقل انت تقبل بهذا الشيء؟ يا اخي مو مطلوب منك تحبهم بس لا تغلط عليهم. ولا حد يكتب لي والله انا طلع شايفين لحد الان ما دفعت، لحد الان انا ما ادافع عن السعوديه، خلاص مذهله موجوده وبتركي والدكتور مساعد واخت الجوهره موجودين. يعطيك العافيه ما قصرت يا ابو محمود. بس احنا نريد نرتاح، احنا كمسلمين كعرب كلياتنا نريد نرتاح. شلون نرتاح؟ سكر اللي عندك انت، سوي اللي تقدر عليه. انا ما راح اقول لك انك راح تسكر بيوم، الله عز وجل شاهد عليك. سكر اللي عندك، بس سكر اللي عندك، حاول قدر المستطاع سكر الجبهه اللي عندك. والله العظيم السعوديين ما لهم علاقه، مو فاضي لك اصلا، بلد مطور عندهم 20 30 يعني وصل للفضاء، مو فاضي لهالسوالف هاي. صح. فلا تلومهم يا اخي، هذا طبيعي. والله اني اقول كلام قسما بالله ان شاء الله يكون اجري على الله. برافو عليك يا ابو محمود، الله يعطيك العافيه والله. سكر اللي عندك تمام، وساعتها لما تفتح يجي بث مفتوح عليكم على المغرب والله نفسهم السعوديين ما راح يرضون، اقسم بالله راح يسكرونه. يقول لك ما نقبل بلد احنا ما اجانا منه اذيه ولا حدا سبنا ولا حدا غلط على رموزهم. بالنسبه لهم يا اخي شيء مقدس يا اخي، منو انت تتدخل بين علاقه الرمز والدوله؟ يا رجل احنا كعرب اقسم بالله لا نضحك على بعضنا، وانا اتكلم بشكل عام، والله نتمنى هالرموز يكونون عندنا احنا، اقسم بالله العظيم. عزوهم وعزهم الشعب وبنهم الدوله. احنا رموزنا معروفين بواقين، فلا احد يضحك على الثاني. احنا الرموز اللي عندهم اللي انتم مو عاجبينكم تغلطوا، احنا نتمناهم، نتمنى الله عز وجل يسخر لنا ناس مثلهم. فلا احد يضحك على الثاني، لا تحسدونهم يا جماعه الخير. الموضوع اغلبيته حسد صحيح. والله العظيم اقسم بالله يا جماعه الخير، اقسم بالله اني انا اقول هذا الكلام لوجه الله. وكل يوم انا على فكره من قولاتكم الي فقره بث الجوهره يبلش بعد صلاه الفجر، بس اليوم مركزين الشباب على الشنطه، على كل بس تخلصوا من هالشنطه بدي اياها. تمام يا جماعه الخير، الرسول عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، رواه ابن داود. لا تحسدهم، ما لك علاقة بهم، اتطوروا بلدهم صار في خير، عليك أنت تدعي لهم وتتمنى تقول يا رب العالمين كما أعطيتهم أعطيني. والله لحد الآن ركزوا معي، وأنا إذا أطلع أدافع عن المملكة أقسم بالله ماني سألن حدا، بس ما يلزم ادافع. جايين يقاسمونا في خيرنا، خير ان شاء الله. تماما. اشوتك لا تحسدونهم انت صحيح، لا تحسدونهم واتركوهم. بلد هذا البلد وهذا البلد مكتوب لهم من قبل 50,000 عام، هذا الله عز وجل كلام الله عز وجل. يا اخوي محمود انا بضطر اطلع ونتقابل.